كما أوضحت يعني قبل قليل، طريقة التحصل على 5 نقاط أو أكثر أو أقل، يعني من 4 إلى 6 نقاط مجانية، يعني في مادة العلوم مجانية. ويقصد بكلمة مجانية أن هذه النقاط يجب عليك أن تكون فقط ذكي، تستعمل ذكائك. ونتكلم مع طالب درس في المؤسسة ويعرف مادة العلوم جيدا. سننطلق لكي لا أكثر عليكم الكلام، سأتكلم بعض الكلمات ولكنها ستكون مفيدة لكم إن شاء الله. أول شيء نجده في الموضوع. بالنسبة للبكالوريا لما يعطوك الموضوع في أي موضوع بكالوريا نتحداكم لازم تكون كاين هذه النقاط دايرين نهضر عليها، اللي راني رايح دوكا نحكي عليها. هذه النقاط لازم تكون متوفرة في الموضوع. أول نقطة هي الرسم. أي طالب راح يجوز باك أكيد أو عارف 2 رسمات أو 3 رسمات قريناهم، كمثال رسم الاستنساخ، طريقة الاستنساخ، الاتجاه والنيكليوتيدات وما شابه ذلك. هذا الرسم، أو يقول لك أرسم حلقة كريبس، حلقة كالفين، هذا الرسم نقاط تاعو في التصحيح بالنسبة للبكالوريا من 1 إلى 1.5، مع ذكر البيانات. وأي سوجي يكون كان فيه رسم، يعني أضعف الإيمان نقولوا عندنا لحد الآن نقطة واحدة. أما بالنسبة للنقطة الثانية أو الجزء الثاني هو التحليل. والتحليل إذا نقص في أي يعني موضوع بالنسبة للباك تلقى تحليلين، سؤالين حلل وفسر. التحليل نقاطه في الموضوع يعني كامل تكون من 1.5، يعني من 1.5 إلى 2. نقولوا 1.5، حنايا نقولوا 1.5. إلى حد الآن عندنا 2.5، يعني التلميذ الغبي اللي ما يعرفش يحلل، نلاحظ هنا ونلاحظ هنا بالتوقيت كذا. والرسم مكاش اللي ما يعرفش يرسم. وعندنا 2.5 إلى حد الساعة هذه. ثالث ملاحظة اللي هي البيانات. وكذلك نتحداكم إذا ما لقيناش في أي سوجي في الباك يجيب بيانات. البيانات في الموضوع تتراوح نقاطها يعني من 1.5 إلى 2، احنا نقولوا 1.5. وعليه إلى حد الساعة، يعني إلى حد الدقيقة الثالثة اللي رانا نمشوا في الفيديو، عندنا 4 نقاط، 4 نقاط مجانية. والنقطة الأخيرة والتي هي مجانية كذلك، ولكن معظم الطلبة يعني ما يستعملوش خبرة وما يستعملوش ذكاء، واللي هي الاستنتاج. في أي تمرين ينطلق بمقدمة، كمثال البروتينات جزيئات متنوعة منها البنائية المناعية والهرمونية، يخضع تركيبها لتسلسل آليات وتدخل عضيات خلوية. نريد من خلال هذه الدراسة التعرف على البعض من هذه الآليات والوضعيات. في هذه المقدمة راح في الأخير يقول لك ماذا تستنتج. الاستنتاج من 0.5 إلى 1. أنت وش تستنتج؟ تستنتج المقدمة هذيك. إذا ضعفت وما قدرتش تستنتج المقدمة الأولى اللي راني مليت عليك، لما ينطلق بمقدمة في الأخير يقول لك حلل وفسر ورسم وكذا، ومن بعد يقول ماذا تستنتج. الاستنتاج هو ما هو إلا تغيير لفكرة المقدمة، يعني تجبد المقدمة وتحاول تغير فيها بتعبير علمي وباستعمال كلمات علمية، يعني باستعمال كلمات علمية. إلى حد الساعة تحصلنا على 5 نقاط مجانية، وهذا هو الفيديو الذي أنصحكم بالاستماع إليه جيدا ولو مرتين لكي تستمع جيدا. وهذه التجربة مريت بها شخصيا وتحصلت على مادة العلوم 17، يعني 17. استغلت هذه الهفوات الموجودة في الموضوع اللي هي 5 نقاط، تقارب 5/6 بالنسبة للعلميين معدل، يعني نقطة في الباك مجانية. ما تستاهلش حتى يعني أي إنسان يعود ما يعرفش كامل في العلوم يجيب 5. هذه 5. وشكرا لكم على التتبع.
ما عليك إلا تتبع قناتي في اليوتيوب وتتبع الصفحة ونشر هذا الفيديو ليستفيد منه بعض الطلبة. وشكرا لكم. وإذا أعجبتم بالفيديو راح أعمل لكم فيديوهات أخرى لكي أفيدكم، ونتمنى لكم التوفيق والنجاح في مشواركم الدراسي. شكرا. كان معكم أخوكم عبد الحافظ.